كانوا أو ميتين في مقابرهم ومشاهدهم، فإنهم أحياء، بل حياة أوسع من الحياة الدنيوية، واعتناءهم بمحبيهم بعد مماتهم أكثر من اعتنائهم بهم في حياتهم. بشرهم الله، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. وتوعد الله سبحانه وتعالى من يعاديهم بالحرب، فقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا منطوق الحديث. أما مفهوم الحديث: من أحب لي وليا فماذا يكون جزاؤه؟ المحبة من الله، لأن من سخر الله